إذا أردت أن يكون بيتك مباركا وعامرا بالخيرات فعليك ب5 أمور. الأمر الأول الدعاء بالبركة في البيت والمال والأهل والأولاد. الأمر الثاني كثرة ذكر الله عز وجل في جميع أحوالك، عند دخولك أو خروجك أو عند أكلك أو نومك. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وأعظم الذكر تلاوة القرآن، وخصوصا سورة البقرة. الأمر الثالث الكسب الحلال، فإن من أعظم الظلم أن تغذي نفسك وأهلك وأولادك من كسب محرم ومال خبيث. الأمر الرابع الابتعاد عن المعاصي من معازف أو تماثيل محرمة أو مجالس غيبة ونميمة ونحو ذلك من الأمور التي تجذب الشياطين. الأمر الخامس قيام الليل. مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي صحة واحسن حال. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا. لو انت يعني ست بيت كده وبتكسلي او بتحبي تريحي نفسك كده ويبقى عندك حاجات في الفريزر تريحك، او لو انت طبعا بتشتغلي، الفيديو دوت ليكي بجد، هيعجبك جدا جدا ان شاء الله وتستفادي منه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، نحط لايك للفيديو، نشترك في القناة ونشوف اول حاجة مع بعض عملناها وهي التوم. انا كان عندي كميه من التوم، خفت ان هو يفضى، فجبته كله حطيته فصصته كده، بس مش من القشر، يعني سبته بقشره وحطيت عليه شويه ميه وسبته لتاني يوم. لقيت القشره بتاعته بقت سهله جدا معايا، قشرته وحطيته في الكبه زي ما انتم شايفين كده. وكان عندي كام قرن فلفل حراق كده، انا بحب افرم فلفل مع التوم، بيبقى حلو قوي. حطيت معلقه ملح ومعلقه زيت وفرمته كويس جدا في الكبه ناعم اهو، وابتديت اعبيه في الاكياس بتاعه التلاجة دي وبططه كويس جدا علشان لما اجي اطلعه يعني اكثر منه الحته اللي انا عايزاها، وبدخله الفريزر تاني على طول. انا الثوم والبصل بحب ان انا احطهم كده في اكياس ويبقوا في علبه مقفوله، ويبقوا في درج لوحدهم خالص بعيد عن الخضار والفاكهه واي حاجه يعني تلقط منهم ريحه او كده، يبقوا هما الاتنين مع بعض لوحدهم. وهريسه الشطه، اي حاجه فيها بصل وتوم، يبقوا كلهم كده مع بعض في درج لوحدهم. تمام. انا جبت كده طبق عندي اهو، حطيت فيه كيسين. على فكره دول يعني هيكفوني شويه، حلوين جدا يعني، بيقعدوا معايا 3 4 شهور يعني، او على حسب استخدامك. بحطه بقى في الفريزر، لما بيجمد بشيل الطبق دوت وبحطه في العلبه اللي انا عاملاها بتاعه البصل والثوم. صدقوني بيفرق معاكم جدا وبينجز معاكم في الوقت، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه. البصل برضو زي ما انتم شايفين انا يعني لميت كل اللي كان في التربو، يعني اغلبه كان قرب خلاص يبوظ. اخدته حطيته عندي في الحوض وغسلته قشرته، وهبتدي ان انا برضو افرمه نفس اللي انا عملته في التوم، هعمله كده مع البصل. على فكرة انا بقالي سنين بعمل تفريزات البصل والثوم، من اكتر الحاجات اللي لما بتبقى موجودة عندي بجد بتوفر عليا يعني مجهود، وبتوفر كمان في الكهرباء. بدل ما بتشغلي الكبة على بصلاية واحدة، انت بتشغليها على الكمية اللي عندك وخلاص، يعني فاهميني ازاي. وساعات بنبقى محتاجين بصلاية صغيرة جدا، فبنشغل الكبة على بصلاية كبيرة وبنبقى محتارين، يعني احنا مش عايزين البصلاية كلها نستخدمها، انتوا فاهمين ازاي. فده بيوفر عليكم كمان يعني الموضوع دوت، ان انتوا بتطلعوا من الكيس بتكسروا الحتة اللي انتوا عايزينها وبترجعوه تاني. اهم حاجة بس ان احنا ما نسيبش لا البصل ولا الثوم ننساه على الرخامة واحنا شغالين. بناخد يعني واحنا عند الفريزر او الديب فريزر او كده، بنكسر القطعة اللي احنا عايزينها وبنحطه في ساعتها في الفريزر، علشان خاطر ما ينفعش خالص ان احنا نطلعه يسيبه يفك، دي يعني هيطلع ريحة وهيبوظ. وحتة ان احنا نخليه يفك من التجميد ونرجعه تاني ده غلط. فانا بقطعه كده زي ما انتم شايفين 4/4 كده، يعني لان البصل عندي كان كبير، وعلشان بس يبقى سهل معايا في الكبة ان هو يتفرم كده بسرعة. طبعا تقدروا تعملوا دوت مع البصل الابيض برضو، يعني احمر او ابيض، بس انا ايه، علشان بجيب كمية من البلد، فبيجي لي البصل يعني اللي هو الاحمر ده. تمام.
هجيب الكبة عندي بقى وابتدي احط شوية بشوية، طبعا مش هحط الكمية كلها، على حسب بقى ما الكبة بتاعتي تاخد هحط شوية بشوية، وكل شوية احط عليهم ايه، معلقة من الملح ومعلقة من الزيت. تمام. في ناس ما بتحطش لا زيت ولا ملح يعني، بس انا بحط كده معلقة كده، يعني معلقة واحدة بس كده من الملح مع كل فرمة من البصل. بصي بقى، تطبخي في اي وقت بيبقى عندك بقى البصل، بتطلعيه، تكسري القطعة كده تحطيه على المادة الدهنية وهو متلج، بتحطيه. ويا بقى لو انت مفرزة برضو عاملة الصلصة، بتبقى يعني سهلة جدا بالنسبة لك، بتطلعي البصل وبتطلعي الصلصة وخلاص، الموضوع كده خلص بالنسبة لك. لو عايز تعملي محشي او حاجة، بيبقى الموضوع سهل جدا وبينجز معاكي في الوقت قوي. فرمت اول شوية اهو، هحط بقى هنا كده ايه، معلقة الملح. الحاجات دي لو انت فضيتي نفسك بقى يوم كده في الاسبوع، لو انت بتشتغلي او حتى ست بيت، فضي نفسك يوم كده واعملي شوية التفريزات اللي احنا هنقولها النهاردة مع بعض في الفيديو دي. بجد والله العظيم يعني هتدعولي، وهتلاقي نفسك كل شهر بتعملي نفس التفريزات ديت كده، يعني بحيث ان هي تسهل عليكي. وصدقوني الحاجات دي هتقعد معاكي كمان يعني بالشهور، يعني مش شهر واحد. جبت كيس كده لبسته في الكوباية دي، انا مخلياها كده للايه، يعني الفول، الطعمية، البصل، الثوم، الحاجات دي كده ايه ما بستخدمهاش يعني كده، عشان ايه بستخدمهاش للشرب يعني، فاهميني ازاي. و بحطهم كده زي ما انتم شايفين اهو، وببططهم وبحطهم في صينيه، احطهم في الفريزر يجمدوا، وبعدين اول ما يجمدوا عندي بروح مطلعاهم حطاهم في العلبه وقافله عليهم. تعالوا بقى نشوف احلى دقه بتنجان تقدري تعمليها، تبقي برضو عامله كميه منها تحطيها عندك في الفريزر، بتنفعك في اي وقت لاي تتبيلات بتحتاج لتوم، هتنفع معاكي جدا. طبعا الفلفل مالي السوق دلوقتي وسعره حلو جدا، الكيلو ب10 جنيه. تقدري تنقي الاحمر دوت، بيبقى حلو قوي في التتبيلات. انا فرمت في الكبه شويه كده من الثوم وشويه من الفلفل الحار والبارد احمر، وحطيت ملح وكمون وكزبره وشويه خل صغيرين. والليمون بقى بتسيبيه في الاخر خالص، على حسب بقى انتي هتحتاجي التتبيله دي في ايه. ممكن تستخدميها المكرونه مع صلصه المكرونه، فمش تبقى محتاج يعني اللي هي ليمون، فخلي الليمون في الاخر لما تيجي تطلعيه. هنا بقى انا كنت جايبه نص كيلو من ورق العنب، كان ب45 جنيه او ب40 حاجه زي كده. جبت حله وفيها ليمونه، وسلقت ورق العنب، عديت من 1 لحد 10 وسلقته، ولما برد حطيته في الاكياس عندي. دي طريقتي اللي انا بعملها. تعالوا بقى نشوف المانجا. المانجا دلوقتي ماليه السوق وحلوه جدا، تقدري تجيبي بقى كيلو كل مره كده تنزلي فيها السوق. انا بعملها بالطريقه دي، بتبقى سهله وبسيطه. لو عندك مكان في الفريزر ان انت تفرزيها زي ما هي سليمه، اغسليها كويس جدا ونشفيها، ولفي كل واحده كده بكيس وحطيها عندك في الفريزر. بتبقى حلوه جدا، بتطلعيها وهي متجمده بتقشريها وبتستخدميها عادي جدا. بس انا ايه، قشرتها وقطعتها مكعبات وحطيتها عندي هنا في الاكياس زي ما انتم شايفين. الفلفل الالوان برضو سعره حلو جدا الايام دي، في ناس بتبيعه ب15 وفي ناس بتبيعه ب20. انا كنت جايبه نص وغسلته كويس جدا وقطعته جوليان كده زي ما انتم شايفين، وحطيته في الاكياس بعد ما يعني نشفته، حطيته في الاكياس وببططه كده وبحطه في الفريزر. بينفعني برضو جدا في حاجات كتيره قوي. دي برضو البامية، دي طريقتي في البامية. بجيبها بقمعها كويس قوي وبحطها في مية من غير ليمون ولا اي حاجة، يا دوبك تاخد غلوة واحدة بس، بطلعها وبحطها في مية بتلج وبنشفها على فوطة نظيفة، وبعدين بعبيها عندي بعد ما تنشف كويس، بعبيها في الاكياس كده، بتفضل عندي من السنة للسنة، حلوة جدا وبتبقى جميلة قوي.
تعالوا بقى هشارك معاكم غدا سهل وبسيط كده وسريع. بما اني عملت اليوم دوت حاجات كتيرة جدا، فما كانش عندي وقت ان انا اعمل يعني غدا اسهل من كده. سلقت بيض، وكان عندي نص كيس من المكرونة القلم ونص كيس من المكرونة اللي هي المرمرية الصغيرة دي. سلقتهم وكان عندي الصلصة الحمد لله كانت جاهزة. يا دوبك على ما المكرونة اتسلقت عندي سخنت الصلصة عندي، ورحت حاطه المكرونه فيها وسلقت البيض. كنت عامله من قبلها سلطه الكروسلو ديت، انا بحبها جدا بصراحه. وحمرت شويه بطاطس. بصوا بقى البطاطس دي رهيبه يا بنات، لو جربتوها بجد هتعجبكم جدا وهتعجب ولادكم قوي. هتحس ان انتوا يعني بتاكلوا كده فراخ مقرمشه تحفه بجد. هقول لكم الطريقه بقى بسرعه. انا جبت بطاطسيتين كده كبار، قطعتهم صوابع تخينه زي ما انتوا شايفين كده، وسلقتهم يعني مش سليق كامل علشان ما تتهريش بس منك. عايزينها تبقى برضو ماسكه نفسها كده. جبت طبق عندي حطيت فيه شويه من الدقيق ومعلقه كده من النشا، وحطيت بهارات بقى ملح وكمون وفلفل وبهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. بص البهارات اللي انت يعني حباها حطيها. حطيتها وزودت شويه ميه بقى على الدقيق والنشا والبهارات دي لحد ما بقى عندي الخليط كده شبه الكيكه كده. حطيت فيه نزلت فيه البطاطس، وبعدين يعني طلعته حطيته في الفيجيتار وقليتها وكانت تحفه جدا. جربوها يا بنات بجد بالطريقه دي، بجد هتعجبكم قوي. اهم حاجه الزيت بس يكون يعني غزير علشان كلها تاخد نفس اللون كده، ويكون نظيف، يعني ما تكونوش قاليين فيه يعني حاجات كتير. هتطلع معاكم حلوه قوي ومقرمشه جدا، وانا متاكده ان انتوا لو عملتوها ولادكم هيطلبوها منكم كده على طول. بس مش على طول يعني، عشان انتوا عارفين بقى البطاطس غليت والزيت وكده. بس جربوها ان شاء الله تعجبكم. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وطلعتوا منه ولو بفكره واحده بس. مش محتاجه منكم غير تحطوا لايك للفيديو علشان يترفع، وتشتركوا في القناه هتلاقوا فيها افكار كتيره جدا. حابه بس قبل ما اقفل الفيديو افكركم بالحصاله اللي احنا عاملينها مع بعض. الحصاله دي فكرتها ان احنا بنكتب الورقه الارقام من 1 لحد 50، وممكن تكتبي من 1 لحد 30، وبنحط اي فكه موجوده معانا ونعلم على الرقم اللي احنا حطيناه. سواء حطيتي 5 جنيه علمي على رقم 5 وحطي 5 جنيه في الحصاله، حطيتي 10 حطيتي 20، المبلغ اللي انت تحطيه علمي عليه كده ان شاء الله لحد ما تجمعي المبلغ. دي حصلت ال50 يوم هتجمعي من خلالها 1275 جنيه. حلوين جدا هينفعوكي في حاجات كتيره قوي ان شاء الله. تتشجعوا كده وتبداوها معانا. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.